متابعيني الأعزاء، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل طريقة فراخ جميلة جدا هتعجبكم بأمانة. هي اسمها فراخ بالصوص المكرمل. انا خدت طاسة على النار وحطيت سمنة وزيت، وحطيت تقريبا 4 معالق سكر، قلبتهم حبتين في السمنة. وبعد كده كان عندي بصل مقطع وفلفل بالشكل ده، حطيتهم فوق السكر وقلبتهم تقليبتين 2 فقط. وبعد كده تبلتهم، عندي بهارات فراخ، كزبرة، ملح، فلفل اسود، وياريت نكتر الفلفل الاسود لان هو الطعم بيبقى فيه هو كطعم فلفل اسود سادة، وحبتين مثلا توم باودر بسيطة كده. وبعدين قلبتهم، وكانت عندي الفراخ بالشكل ده متنضفة جميلة، غسلها بملح ودقيق وليمون. حطيتها في الصينية كده، ودي اصلا وراك فراخ لانها بتبقى احلى فيها. وبعد كده اخدت الخلطة الجميلة دي وحطيتها فوق الفراخ بالشكل ده. اهم حاجة نسيبهم يتنقعوا 4 5 6 ساعات، كل ما تقعد اكتر في التلاجة هيبقى طعمها جميل، وهتبقى شاربة من الخلطة الجميلة دي. وبعد كده رشيت فوقيها الصويا صوص بالشكل ده. بصراحة جميلة جدا، جميلة بمعنى الكلمة. وبعد كده غطيتها بالورق السيلفر، وطبعا سبتها في التلاجة من الليل لغاية النهار تقريبا. وبعدين حطيتها في الفرن على درجة حرارة 200، طلعت معايا بالشكل الجميل ده، منتهى الطعامة واللذاذة، وياريت تجربوها هتدعولي.